زي سبق واتفقنا مع بعض ان حرف واحد ممكن يغير الكلمة من معنى لمعنى اخر. عندنا هنا الفعل affect و effect. affect هنا فعل بمعنى يؤثر، يبقى ده نوع فعل بمعنى يؤثر على. اما هنا لو انا غيرت ال A ل E يبقى هنا الكلمة بمعنى effect بمعنى تأثير، يبقى ده فعل اما ده اسم. تعالوا نوضح الامثلة. اقول stress affects your health badly. stress توتر او الضغط، affects يؤثر، يبقى ده فعل يؤثر على صحتك بشكل سيء. طيب هنا ممكن اقول stress has an effect. في الحالة ديت بيقول ان الضغط او التوتر لديه تأثير on your health على صحتك، يبقى affects هنا بمعنى يؤثر، اما an effect هنا بمعنى تأثير. the new medicine الدواء الجديد had a good effect on him. يعني الدواء الجديد كان له تأثير جيد عليه، يبقى effect هنا نوع. the weather can affects your mood. ان الطقس من الممكن او احتمال ان هو يأثر على المود او المزاج بتاعنا، يبقى affect هنا فعل، والفعل ده يعتبر من الافعال المنتظمة، يعني affected، والتالت كمان affected. وكده نكون وضحنا الفرق ما بين affect و affected، وتغيير حرف بيغير معنى، وزي ما احنا شفنا وتعودنا مع بعض.